السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في قناتنا الجديدة، قناة خبر وعلم. قناة سوف نتكلم فيها عن قضايا المجتمع، ومن أهم القضايا اللي قد فعلناها قضية رمي القمامة أمام البيوت، والآن معنا قضية رمي القمامة في أحواض الشجر. عمال مكتب الزراعة يعملون على تنظيف الأحواض وخرش الأحواض، ولكن للأسف الشديد ما فيش وعي عند المجتمع أنهم يقومون بوضع القمامة في عرق أشجاره، وهذا ما هو سابر. ونتمنى من الناس أنهم يتفاعلوا في هذا الموضوع. الآن سوف نشاهد بعض الأحواض التي فيها القمامة، وبعدها نعود نتكلم. كما شاهدتوا الصور وشفتوا المخلفات وهي بين أشجار. نحن نريد عاصمة تشرف كل اليمنيين، نشيء عاصمة يفتخر بها كل اليمنيين، فنتمنى من الجميع أنهم يتفاعلوا بعدم رمي القمامة بين الأحواض، لأن عمال الزراعة بيتعبوا مثل عمال النظافة في خرش ورفعهن من داخل الأحواض وتنظيف الأحواض، لأنه رمي القمامة في الأحواض بيأثر عليها يا جماعة الخير. يعني لما نشوف بعض الناس بيشوف عامل الزراعة وهو بيشتغل وبيخرج بين الأحواض، نتفاجأ يجي شخص ما داري إيش العقلي معه، يشيل القمامة والحوض نظيف ويطرحها في عرق شجرة، وهذا ما هو سابر. فنتمنى من الناس أنهم يتوعوا وأنهم يكونوا يد واحدة، سواء مع عمال نظافة ولا مع عمال مكتب الزراعة، حيث أنهم كلهم يعملون في الميدان ومن أجل خدمتكم ومن أجل عاصمة تشرف كل اليمنيين. فسوف نوريكم الآن فيديو لبعض الأحواض وهي نظيفة، وشوفوا الفرق ما بين هذه وهذه. شاهدوا الأحواض النظيفة وشوفوا الفرق، شوفوا الفرق، محلاها النظيفات معرمات مخرجات. شوفوا الفرق، أحواض الشجر، وشوفوا الأحواض الذي فيه القمامة، هذا المنظر. فلهذا نتمنى من الجميع أنهم يكونوا عندهم وعي في عدم رمي القمامة في أحواض الشجر، ونكون يد واحدة سواء مع عمال نظافة أو مع عمال الزراعة في نظافة بلادنا والحفاظ عليها، وتكون بلاد تشرف كل اليمنيين. ونتمنى من هذا، ونتمنى منكم التجاوب في هذا الفيديو بإذن الله، والعمل عليه في الوعي، حتى إذا رأيت واحد يطرح قمامه ولا كلمي يا أخي، قل له ما يصبر، ما هو صابر. أما أنك تشوف واحد يطرح القمامة في الحوض وتشيل القمامة أنت وتطرحها في نفس البقعة، أين العقل؟ أين الوعي؟ يا جماعة الخير، نخلي عاصمة تشرف كل اليمنيين، نتفاعل مع عمال النظافة ونتفاعل مع عمال الزراعة. عمال الزراعة بيتعبوا مثل عمال النظافة، نكون يد واحدة، ويكون عندنا وعي إنه القمامة هذه لا تطرحهاش في الأحواض، لديها أماكن مخصصة. طبعا قلابات القمامة بتمر يوميا في أوقات محددة، خرجوها أول ما يطير القلاب. أما إنك تخرجها بعد ما يمشي القلاب وتطرحها لي وسط الحوض، فهذا ما هو سابر. ونتمنى من الجميع التفاعل في هذا الموضوع، موضوع رفع المخلفات من أحواض الأشجار. ونتمنى منكم إن شاء الله أنكم تتفاعلوا معنا في هذا القناة والاشتراك في القناة بإذن الله، لكي يوصلكم كل جديد. هذا وسلامتكم يا رجال.